الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانية، نتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. ويوصلكم فيديو ديال اليوم نتوما على احسن الاحوال. نبداو كلامنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم استرني فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض يا رب. اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. اليوم نهار جديد وفيديو جديد البنات. غنشارك معكم اليوم فطوري انه بسيط البنات. صبحت لي الشهيه مسدوده نهائيا اليوم. فطرت ولدي وديته لمدرسته. هنا وليت البنات درت واحد البرد ديال اتاي وصافي ودرت السفوف. هاد السفوف كان ذوقتني اختي من السفوف. ملي مشيت عندها عطاتني السفوف. السفوف زوين ما شاء الله. المهم البنات هذا هو فطوري البسيط. اليوم صبحت لي الشهيه مسدوده، ما قدرت نفطر، ما قدرت ندير حتى شي حاجه. صافي درت هاد الكويز ديال اتاي البنات وكليت هاد الطبيصل ديال السفوف كما كتشوفوا ما شهيتكم فيه. ومرحبا بجميع الاخوات اللي انضموا قناتي. نقول لهم مرحبا بكم، مرحبا ودار داركم. اي واحد شاف القناه ديالي وعجبو المحتوى اللي ندير نقول له مرحبا بك مرحبا. وتسمح لي اي اخت ما تدخلش عندها، تسمح لي بزاف لان بنتي مريضه البنات ومازال صغيره وعرفتوا ما كتعطينيش واحد الفرصه هكا باش ندخل اليوتيوب. هي تسمح لي اي اخت ما تدخلش عندها او ما رديتش عليها تسمح لي بزاف. صوره الكهف البنات زوينه زوينه بزاف وعندهاش لا معاني البنات. لنصح اي وحده ما تخلاش على صوره الكهف نهار الجمعه. اي وحده ما تخلاش على صلاه، ما تخلاش على اذكار، ما تخلاش على استغفار ديالها، ما تخلاش على بزاف ديال الحوايج. لان الدنيا البنات راه دايزه وحنا عيضه في الدنيا. اما الدنيا هي دايما هي الله تعالى وتبارك. اما هذه راه عيد دايزين فيها كي ضياف وصافي، راه عيد دايزين فيها البنات. كننصح اي اخت تقرا سوره الكهف نهار الجمعه. سوره الكهف زوينه البنات نهار الجمعه. يعني يمكن لكم يعني اي واحد اي وحده ننصح اي وحده تقرا سوره الكهف نهار الجمعه. لان سوره الكهف زوينه وراه عندها معاني وعندها يعني معاني كثيره 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 باش تقراها نهار الجمعه. لان الرسول هكا الرسول دوا عليها وقال للصحابه يبقاو يقراوها من الجمعه للجمعه. يقراو سوره الكهف من الجمعه للجمعه. لان سوره الكهف زوينه البنات كتعطيك واحد النور من الجمعه حتى الجمعه. وهو واحد النور الله يعطيه لك الله من عنده. المهم البنات ننصح اي وحده تقراها وما تخلاش على القران وما تهجرش القران. لان الدنيا البنات الدنيا راه دايزه. حنا راحنا عيضه في الدنيا وشحال قدك تعيش في هاد الدنيا. راه كل ما شحال ما عاشيتي يعني 60 سنه 40 سنه 60 سنه 80 سنه 100 سنه في الاخير البنات الرجوع الى الله، الرجوع الى الدار اللي دايمه. اما الدار هذه راه ما دايماش البنات. نتمنى هكا ما تهجروش القران وما تهجروش الاذكار ديالكم، الاذكار ديال الصباح، الاذكار ديال المساء، التسبيح، الاستغفار. هذا من كل ما البنات نتمنى من اي وحده الا كانت ما تستغفرش ما كتقولش الاذكار داكشي. كنصح اي وحده تقولهم. راه لو وليتي تقولي الاذكار ديالك، الاذكار ديال الصباح والمساء، وليتي تستغفر الله، وليتي تصلي صلاتك في وقتها، كان انا كنضمن لك ماشي 100% مليون في المية بانك غتعيشي سعيده وبان غيعطيك ربي واحد السعاده واحد الطمانينه الداخل ديالك وفي القلب ديالك. صدقوني البنات القران ولا الصلاه ولا كل شيء نعم علينا الله بالنعمه ديالو. لانها واحد النعمه زوينه البنات. واحد النعمه ديال الدين، واحد النعمه ديال الاسلام. راه زوينه البنات. راه زوينه انك تنوض هكايا في الفجر وتبقى في بني الدين الله البنات وتصلي هكا الفجر ديالك وكل شيء ناعس وانت كتصلي. تصلي هكا الظهر او العصر او المغرب او العشاء يا البنات. راه زعما راه شي نعمه نعم علينا الله بها. يعني الانسان ما خصوش يفرط فيها ويقلل من قيمتها. لانها واحد النعمه زوينه البنات. وكنصح اي وحده تصلي لان الصلاه زوينه والصلاه كتعطيك واحد الراحه وكتنهيك على الفحشاء ولا تنهيك على بزاف ديال الحوايج البنات. لان الصلاه زوينه البنات. ننصح اي وحده تصلي وتقول الاذكار ديالها وتستغفر. لان يعني ماشي ضروري ما يكون عندك ذنب باش تستغفر ولا شي حاجه. الاستغفار راه زوينه البنات وراه اللي يقربك بزاف من الله ونطريقه.
المهم البنات مشيت معكم في الهضره. اليوم البنات نهار الجمعه كما كتشوفوا صورت لكم الفيديو البنات، ماشي الفيديو ديال الجمعه الاخرى او تاني الفيديو هذا صورتكم ديال نهار اليوم، لهذا عيتاخر شويه باش نلوحو هكا باش يتلاح ليا. ولكن البنات واحد المهم داز واحد النهار زوين هكايا ديال المهم نهار الجمعه. المهم البنات هنايا فطارت ودابا كنغسل هاد المعينات اللي عندي، ما عنديش المعينات بزاف غير هذا. المهم البنات المعين لا كان على المعين ما فهمتش انا كنحضر فيهم واحد البركه كبيره، يعني نمشي عند الطبسيل هكا، يعني هذيك غير الفطور ديال البنات. قليت البيض نولدو داكشي، شوفي شحال من طبسيل، شحال خلط في هذا رجع هذا دير برد في هذا، فهمتوا؟ غير المعين اللي يتقوروا. المهم هنايا البنات غنغسل المعينات ديالي وغنشلم غنخليهم يقطروا لي في ديك الشبكه اللي نحطهم في الشبكه باش يقطروا لي. وهنا غنشارك معكم التخليطه اللي جبتها البنات مازال طريه، ولكن ملي خرجت البنات باش نجيب القريعه هكا الحمراء لان ما عنديش ساعه. لقيت هاد التخليطه زوينه البنات وجبت منها كما كتشوفوا القريعه وخزو كورجيط، يعني جبت منها اللفت، يعني ديك اللفت حلو البنات زوين، يعني اللفت حلو، يعني طايحه عليه ديك الشتا ماشي حار زوين، يعني الخضره جبتها طريه ولكن زوينه البنات. جبت ديك التخليطه هذيك صافي. هنا دوزت البنات درت الدجاج ديالي وشلت البصله، درت مطيشه حتى حكيت مطيشه. وهنا ندير لها التوابل كما كتشوفوا، الابزار والسكنجبر والخرقوم، وكندير لها شويه ديال اللي بغى يدير شويه ديال الملون يديروا، والملحه والزيت وصافي. قزبر معدنوس ما كنقطعهمش كنديرهم هكا كنعقدهم هكايا وصافي كنحطهم تمايا. صافي هنا غنخلي الكوكوط ديالي البنات تتشحر مزيان. دابا غنخلي الكوكوط ديالي تتشحر ليا مزيان وتدخل لي فيها ديك الدجاج، يدخل لي فيه ديك العطريه اللي دايره يدخل لي في الدجاج وصافي. اللي بغى يضيف السمن الحر السمن يديروا، اللي ما بغاش يديروا اللي يدير كنور هكا يديروا، اللي بغى شي حاجه يديرها اللي يديرها. المهم البنات انا ما كنضيفش كنور، كندير السمن، والسمن ما بقى لياش البنات الصراحه. صافي غنخليها هكاك لان ما عنديش كنور والسمن تسالى ليا. صافي هنا غنخلي الدجاج ديالي تيتشحر ليا وعاد غنمرقو ونحط عليه ديك القزبر ومعدنوس. وهنا دوزت البنات كما كتشوفوا الخضيره ديالي. هنا غنقطع الخضيره ديالي هكا باش نغسلها ونحطها في شبكه قطر باش الخضيره ديالي البنات انايا كندير القريعه الحمراء وكندير الكورجيط لانهم هادوك الداغي اللي يطيبوا البنات كنديرهم مع الدجاج في الاول، وكندير التفويره ديال الكسكسو هي الاولى، ومن التفويره الثانيه البنات كنحيد الدجاج وكنحيد القريعه ديالي كنلقاهم طابت كنحيدو، وعاد كنضيف الخضيره الاخرى عاوتاني اللي باقا لي لا تشد الطياب. اللي يجي واحد كسكسو لذيذ، اللي يجي واحد كسكسو البنات ما كتشبعوش منه، اللي يجي واحد كسكسو زوين بزاف وما كترفس لكمش الخضره. وهنا غنغسل الخضيره ديالي كلها، غنغسلها ونعاودها مزيان لان الشتاء دابا البنات اللي يطلع منين طيح الشتاء يطلع الرمله مع الخضره، خصكم تغسلوها وتعاودوها مزيان هكا وديروا لها هكا الخل باش لا يحيد من ديك الميكروب نهائيا. صافي هنا البنات من بعد ما غسلت الخضره ديالي وعاودتها وليت هنا غسلت ثاني الربيع ديالي وقزبر ومعدنوس. هنا اللي نغسلو مزيان حتى هو البنات معمر بالرمله، لقيتو معمر بالرمله البنات وديك التراب. المهم هنا غنغسلو مزيان حتى هو غنغسلو ونفركو ونشدو، ما غنقطعوش غنشدو هكايا ونحطو على الخضيره ديال من فوق باش لا يبقى زوين ولا يطلق ديك المذاق زوين البنات. وهنا من بعد ما غسلت الخضيره ديالي وحطيت كلشي قطار دوزت هنا باش نغسل الكسكسو ديالي هنا. وانا كسكسو البنات لا ندير داليا ولا ندير اما داليا واما تريه، هذا من بجوج اللي نديرهم البنات، ندير اما داليا واما تريه. لما لقيتش تريه لا ندير داليا، لما لقيتي داليا لا ندير تريه. هذا من بجوج الانواع ديال الكسكسو زوين ولا يطلع الكسكسو ديالهم زوين وما كيتعجن لكش الكسكسو ديالهم نهائيا. هذا ما كنصح بهم اي واحد لك الكسكسو اللي يتعجن ولا شي حاجه داخد هادوما راهم زوينين بزاف البنات. هنا صافي من بعد ما صفيت كسكسو ديالي في الزكتو، كل واحد شنو اللي يدير له، كاين اللي يدهنو وكاين اللي يفزقو. انا كنفزقو هكا احسن باش كيجي رطب وكيتنفخ لي الكسكسو ديالي، كيتنفخ كيولي كيشرب ديك الماء كيتنفخ لي يولي زوين. من بعد خليته يرتاح ودوزت هنايا باش ندير الخضيره. هنا راه كنت ما شاركتش معكم البنات اللقطه الاولى هكايا، راه هنا
حضرت البنات الدجاج ديالي وديك القريعه والكورشيط راني حيدته، والكسكسو ديالي فورت التفويره الاولى ما شاركتوش معكم باش الفيديو ما يجيش طويل. وهنا من بعد ندير الخضيره الثانيه اللي تشد الوقت هكا في الطياب هكا، ندير خزو، ندير ديك اللفت، ولا ندير هنا لي الشو ديالي. ومن بعد ضفت الربيع ديالي حطيته وزدت عليها شويه ديال التوابل البنات باش لا تجي ديك الخضيره زوينه هكا، لا تجي فيها ديك النسمه ديال العطريه زوينه. صافي من بعد درت شويه ديال البزار وشويه ديال الخرقوم سكنجبير، درت معي شويه شويه البنات ماشي بزاف باش ما تكثروش فيه، باش ديك الخضيره ما تجيش باسله، تجي الخضيره حلوه لحسن فيها القامه. وهنا من بعد ما خليت حطيت الكوكوط ديالي عاوتاني باش طيب ليا ديك الخضيره. وهنا دوزت انا الكسكسو ديالي على الرش بالماء. هذه التفويره الاولى جبت توفر ليا التفويره الاولى، عرشو هنا بالماء ونخليه يرتاح حتى لا يرتاح لي تيلي يشرب ليا ديك الماء. وعاد كندير له الزيت البنات، عاد كنوضع عليه الزيت من الفوق وكندهنو بالزيت وصافي كنحطو في الكسكاس. من بعد ما شرب ليا البنات الماء ارتاح ليا وشرب ليا الماء ديالو، صافي هانتوما شوفوا راه درت له الزيت هنايا ودهنته بالزيت وحطيته هنا. دابا نحطو نرجعو في الكسكاس ونرجعو يطلع عاوتاني فيه يفور ليا التفويره الثانيه. وصافي هنا بعد ما فار ليا التفويره الثانيه البنات هنا نحطو صافي غنسقيه هنا في الكسريه ديالي. هنا جبت الكسريه ديالي وحطيتها صافي. هنا عندنا نحط في الكسكسو ديالي وصافي ونقادو ونولي ندير دابا ندير عليه الخضره ديالي. وهنا غنضيف الدجاج ديالي هو الاول. كاين اللي يخلي الدجاج اللي يديرو فوق الخضره وكاين اللي يديرو لتحت الخضره. المهم اخواتاتي كل واحد وطريقته، كل واحد الطريقه ديالو كيفاش لي يسقي الكسريه ديال الكسكسو ديالو، كل واحد وكيفاش لي يدير ديك العطريه، كل واحد وطريقته. يعني كل واحد والطريقه ديالو كيفاش لي ينصب هكا الكوكو ديالو او لي يدير هكا الكسكسو ديالو. المهم انا الكسكسو ديالي شاركت معكم طريقه بسيطه ديال الناس دراوش كما كتشوفوا. هنا لا نكثر البنات من الحمص لان ولدي وراجلي ما لاكلوا الا الحمص من هاد الخضيره كلها. هادشي اللي كاين البنات، هذه هي الكسريه ديالي. نتمنى نال اعجابكم، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب. وهنا وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى الفيديو نال اعجابكم، نتمنى ما نساونيش من اللايك ديالكم وبارطاج لا جات على خاطركم. السلام عليكم حتى في فيديو اخر ان شاء الله الا بقى العمر طويل.